كده جبت خامس مرة، دي خامس مرة اصور فيها الفيديو ده. بقالي 3 ايام في فيديو مش عايز يخلص، انا حفظت الفيديو من كتر ما بعيده. بس دي المرة الأخيرة، نفع ما نفعش مش هصور تاني. اهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة موضوعنا عن حاجة كتير مننا عايشها كل يوم، هو انك تبدأ حاجة بحماس جبار، سواء تعلم مهارة جديدة او تبدأ تتمرن في الجيم او تعلم لغة جديدة او حتى مشروع صغير، لكن فجأة بتلاقي نفسك وقفت مش بتكمل. ليه؟ ايه اللي حصل؟ في الحلقة دي هنتكلم عن الأسباب ونعرف ازاي ممكن نكمل الطريق للنهاية. خليك معايا للآخر. أول ما بتبدأ أي حاجة جديدة الحماس بيبقى مولع، بنشوف نفسنا في المستقبل وحققنا كل اللي حلمنا بيه، بنشوف نفسنا بنتكلم انجليزي بطلاقة او جسمنا متغير تماما بعد التمرين. الحماس ده زي ما يكون بنزين في اول الرحلة، بس للأسف بنزين الحماس لوحده مش كفاية انه يكمل الطريق للنهاية. ليه بنقف؟ ليه الحماس ده بيطفي؟ خليني اقول لك على شوية اسباب. الهدف مش واضح. انا كنت عملت حلقة عن ازاي تحدد هدفك وتعرف ان عندك هدف ولا لا، وليه لازم يكون عندك هدف في الحياة. الحلقة تظهر لك هنا او هنا واسيبها لك في وصف الفيديو. اوقات بتبدأ حاجة عشان موضة او عشان حد بيعملها، مش عشان انت عاوزها فعلا. الخوف من الفشل، بنخاف نوصل لنقطة نحس ان احنا فيها مش قد التحدي. الضغط اليومي، الشغل، الدراسة، البيت، كل دي حاجات بتسرق من طاقتك. الملل، بعد فترة الحاجة اللي بدأت حلوة بتتحول لروتين وساعتها بنبدأ نزهق. طيب ايه الحل؟ ازاي نواجه المشكلة دي ونكمل الطريق للنهاية؟ حدد هدفك الحقيقي. اسأل نفسك انا عاوز ده ليه وبعمله ليه؟ لو الهدف فعلا قوي هتقدر تستمر. ابدأ بخطوات صغيرة، ما تحملش نفسك فوق طاقتك. قسم الهدف لخطوات بسيطة. كون عادات يومية. لو خليت الحاجة دي جزء من روتينك اليومي هتكمل حتى لو الحماس قل. والحلقة الجاية هنتكلم عن ازاي تخلي اي حاجة جزء من روتينك اليومي. شارك انجازك، احكي لاصحابك او عيلتك عن تقدمك، الدعم ده هيشجعك انك تكمل. احتفل بالنجاحات الصغيرة، كل ما تحقق انجاز صغير كافئ نفسك، وده قلته في حلقة التسويف للي ما شافهاش. في النهاية اهم حاجة تعرفها ان الطريق مش سهل، ولكن طول ما انت بتتحرك حتى لو بخطوات صغيرة فانت بتقرب لهدفك. لو عندك تجربة مشابهة او حاجة وقفتها ونفسك ترجع تكملها احكيها في التعليقات، عايزين كلنا نساعد بعض. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان تشوف كل الحلقات الجاية. اشوفكم على خير، سلام. كانوا 100. يا ترى مين اللي هيكسب التحدي؟ فاهم انت يا خسران؟